دلوقتي انا هفرجكم من بلكونه عندي كده. الحي الاول وده انضف حي في بني سويف يعتبر، على رأي الاغلبيه وعلى كلام اللي بيشوف واللي عايشين في بني سويف. إن ده ارقى حي طبعا، من حيث الخدمات، من حيث نظافه المباني. يعني انتوا شايفين قبالي كده مثلا ايه؟ يعني لو انا كبرتكم شويه، شايفين مثلا شكل المباني، شايفين مثلا ده جزء مثلا بسيط خالص من الحي اهو. شايفين اللي عامل التصميمات مثلا الناس كلها مثلا اللي عايش بره ولا حاجه وجا حب يعمل حاجه، شايفين مثلا اللي جنبيها عامل ازاي. طبعا غالبا بيبقى عندنا دور اتنين تلاتة أربعة خمس أدوار أو أربع أدوار وروف فوق كده. طبعا ده الله يبارك له عامل مصلية في الدور الأولاني، فحاطط المأذنة فوق. شايفين طبعا برضو دي فيلا بتتبني برضو اهي. ما شاء الله برضو. يظهر ان هو مهندس شاطر جدا، وطبعا الطريق نظيف جدا جدا كخدمات كغاز. كل حاجة متوفرة في الحقيقة. مباني هي برضو جميلة جدا جدا. شايفين مثلا المباني شكلها عامل ازاي، كلها نظيفة وكويسة جدا جدا، وكل واحد بيحاول يهتم بالمكان بتاعه. الحي الأول في بني سويف هو طبعا أسعار غالية شوية، يعني تقريبا المتر 9000 جنيه أو 10000 جنيه. مش عارف ليه كده غالي مرة واحدة، يمكن بسبب ارتفاع الأسعار الموجودة. بس هو حي كحي مميز جدا جدا، وفي خدمات كتيرة جدا جدا. وكفايه ان الكهرباء فيه ما بتقطعش بامانه خالص، ولا بقى ساعه الظهر ولا ساعه بالليل ولا الكلام ده كله ده خالص. الخدمات متوفره فيه، خاصه في مجاورات اللي زي المجاوره التانية المجاوره التالتة. خدمات متوفره يعني تحت بيتك على طول بدون ما تحتاج عربيه. كويس جدا، امان. يعني تحب تقعد فيه مثلا انت لو انت سبت ولادك وانت مش موجود وحابب يجيبوا حاجه، لا متوفره، كل حاجه متوفره. المساحات هنا كويسة جدا جدا، مساحة الشقق كويسة. كل الخدمات جنبك، مش هتحتاج حاجة كنت، وبرضه متوفر جدا جدا وايه تاني، غاز طبيعي طبعا موجود. اسعار السلع الموجودة في السوبر ماركت هنا، طبعا سوبر ماركت كتير جدا هنا، بس يعني يعتبر غالية. حاجة بسيطة خالص يعني، مقارنة مثلا تلاقي في فرق مثلا في 2 جنيه 3 جنيه عن اي منطقة تاني. بس برضو لو انت ايه يعني لو انت حسبتها هتلاقي ان ايه برضو ايه، فرقها بسيط. لو انت هتجيب حاجة الخضار والفواكه والحاجات دي موجودة. كزيون فاتح فرع برضو هنا جنبينا برضو. لا بصراحة الدنيا كويسة خالص. وايه تاني، طبعا يفضل في الاحياء دي اللي عنده عربية، واللي ما عندوش عربية برضو في توكوسة كتير بتعدي. ولو مش مفيش تاكسي او برضه او مش حابب تركب تاكسي، ممكن تطلع لاول الشارع، بس طبعا في الحر ده بيبقى صعب شويه لو انت هتخرج في وقت متاخر ولا حاجه. هتلاقي الدنيا كويسه جدا جدا برضه. بصراحه حي كويس جدا جدا. انا جربت احياء كتير، او انا جربت اماكن كتير في بني سويف وشفتها، بس لا بصراحه انا اشكر في الحي الاول. اشكر فيه بصراحه، لانه هو يعني جمال خدمات. طبعا كمان في مدارس متوفره، والمدارس دي يعني برضو في حكومة لا تقريبا، لا مفيش. بس في هنا ايه خاصة، بس خاصة يعني ايه عربي، مش غالية او مش الغلو لا لا، بسيطة خالص برضو يعني. يعني تعاد او يعني بعد التجربة بشوية. الاسعار مش غالية خالص يعني برضو. يعني مش عالية قوي قوي يعني. دروس في سناتر هنا موجودة، في سناتر موجودة. عشان اللي بيسألني، لا في سناتر هنا للتعليم، للمدرسين. حضانات طبعا متوفرة برضو، حضانات والبيبيهات والكيجيهات والحاجات دي متوفر طبعا. ايه تاني، آه لو في استفسار تاني ممكن، انا ممكن مش متذكر كل شيء، بس طبعا انت برضو هنا مش عرضة قوي للتعامل مع ان في فئات معينة كده مثلا ايه، لا بتزعجك او اسلوبها حاد او اسلوبها يعني مش كويس، وانت مش عايز تسمى ابنك او بنتك او مراتك الفاظ بذيئة بسبب يعني المنتشر دلوقتي. لا الحمد لله رب العالمين، برضو الدنيا هنا هادية خالص. الناس عارفة انها بتتعامل مع ايه، مع منطقة كويسة، منطقة راقية، وكله طبعا يعني معلش برضو، اللي والده مدرس، اللي والده دكتور، اللي والده ضابط، اللي والده مستشار، برضو قاضي، لا فلا برضو فيها في احترام. الشوارع نظيفة وبتتنضف باستمرار. بساقط زبالة زي انتوا شايفين كده قدامي. اي نعم هي مش كتيرة بس برضو موجودة. يعني صعب تلاقي برضو الأخلاقيات هنا في الشارع، صعب تلاقي حد بيرمي في الشارع زي مثلا تلاقيه في أي مكان.
لا بصراحة هو حي طبعا ناشئ من زمان خالص، من زمان زمان زمان. يعني هو مميز شوية عن التالت وعن الرابع وعن الخامس وعن حي الأزهر وعن الأحياء الجديدة اللي لسه فاتحين فيها، وأدينا 10 سنين ما ولا 5 سنين ما حدش استلم فيها. فلا، لا هو حي محترم جدا جدا جدا، وحي فعلا يستاهل إن الواحد ياخد فيه. لو انتوا حابين يعني ايه تعيشوا فأرجح لكم يعني ايه الحي ده. آه، فده يعني ريفيو بسيط كده خالص، واللي عنده استفسار يبقى